هل النادي الاهلي اقوى من نادي الزمالك؟ الاجابه على السؤال ده اعتقد انها مش هتعجب جمهور كتير من نادي الزمالك، وخصوصا الجمهور اللي بيطبل لمجلس اداره نادي الزمالك برئاسه حسين لبيب. وانا بتكلم بالتحديد عن الناس اللي بتطبل لحسين لبيب، مش بتطبل لنادي الزمالك، لان انا اكتر واحد في مصر والوطن العربي بيطبل لنادي الزمالك ككيان نادي الزمالك. والدليل على الكلام ده المقابلات اللي بتجيلي، الرسائل اللي بتجيلي، ان انا ما اجيش على النادي الاهلي وما اتكلمش عن النادي الاهلي بالطريقه اللي انا بتكلم بيها على النادي الاهلي، ولو غيرت طريقتي في الكلام عن النادي الاهلي هكون احسن اعلامي رياضي في مصر. فانا مضحي بالنقطه دي علشان خاطر حب لنادي الزمالك ودفاعي عن نادي الزمالك. انا مش بدافع عن اشخاص ولا بطبل لاشخاص، انا كل هدفي هو نادي الزمالك. زي ما انت عارفين الصفحة دي فيها تحليل لكل مباريات الدوري المصري، فيها اخبار نادي الزمالك والدفاع عن نادي الزمالك، والاهم من كل ده هو الدفاع عن نادي الزمالك. السؤال بتاع الحلقة بتاعت النهاردة بقى، هل النادي الاهلي اقوى من نادي الزمالك؟ على ارض الواقع النادي الاهلي المفروض المنافس بتاع نادي الزمالك هو اقوى من نادي الزمالك، فمعنى ان هو اقوى من نادي الزمالك من حق مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب ان هو يعطل صفقات لنادي الزمالك. انت المنافس بتاعي، انا بالقوه بتاعتي اللي اقوى منك بحاول اعطل المسيره بتاعتك علشان اكون انا في المنافسه لوحدي. هل مجلس اداره نادي الزمالك والمسؤولين عن نادي الزمالك بيجاروا سيطرة وقوة النادي الأهلي في الصفقات وفي التنظيم وفي التحكيم وفي اتحاد الكورة وفي الاتحاد الأفريقي وفي كل مؤسسات الرياضة الخاصة بالفريقين؟ طبعا ما بنشوفش غير النادي الأهلي هو اللي بيجيله دعم من جميع الدول في مصر وبره مصر. طبعا مش بنشوف غير النادي الأهلي اللي عنده ممولين، وطبعا مصادر الفلوس مش هنتكلم عليها، بس هو عنده مصدر تمويل ان هو يشتري الصفقات اللي هو عايزها، ان هو يمنع صفقات معينة ان هي تيجي نادي الزمالك او للمنافس بتاعه، علشان نادي الزمالك هو منافس النادي الاهلي، فبقوة النادي الاهلي بتضعف نادي الزمالك. فمعنى كده ان النادي الاهلي اقوى من نادي الزمالك، مجلس ادارة النادي الاهلي اقوى من مجلس ادارة نادي الزمالك. اللي موقف الزمالك على رجليه في الوقت الحالي محبين ومشجعين نادي الزمالك اللي بيشجعوا كيان نادي الزمالك، هم اللي واقفين ضد قوة النادي الأهلي. جمهور نادي الزمالك اللي بيدعم الفريق في وقت الانكسارات وفي فرحة الانتصارات، واقف مع الفريق بيدعم اللاعب اللي مستواه على قده لحد ما يكون نجم ويكون مسمع. جمهور نادي الزمالك اللي بيتصدى لأي إشاعات وأي حملات تشويه بتضر نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك اللي شايل نادي الزمالك على كتفه. اما مجلس اداره نادي الزمالك ايا كان مين رئيس مجلس اداره نادي الزمالك ما بيعملش لصالح نادي الزمالك، ومش عارف معنى كيان نادي الزمالك. كيان نادي الزمالك من اكبر الانديه في افريقيا اللي واخده بطولات قاريه ومحليه. نادي الزمالك من اكبر شعبيه جمهور في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط. فالمفروض مجلس الإدارة اللي يكون مسؤول عن الكيان ده يكون حاطط في اعتباره ان هو مسؤول عن كيان كبير. انما ان انت تكون مستخبي كده ومالكش اي رد فعل للمنافس بتاعك، يبقى انت مالكش لازمة. يبقى المنافس بتاعك اللي هو النادي الاهلي بمجلس ادارته اقوى منك، يبقى انت ما ينفعش تحط نفسك في مقارنة مع النادي الاهلي. معنى ان انت ما تحطش نفسك في مقارنة مع النادي الاهلي معنى كده ان نادي الزمالك يكون خارج المنافسة مع النادي الاهلي، لان مجلس ادارة نادي الزمالك ما عندوش القوة اللي يقدر يتصدى بيها لقوة مجلس إدارة النادي الأهلي. النادي الأهلي بيجيب صفقات محلية وأجنبية بكواليتي عالي بتساعد النادي الأهلي إن هو ينافس على بطولات وياخد بطولات، وبيسيطر على بطولات على الأقل في الساحة الأفريقية اللي هي المجال المتاح بالنسبة له. ايا كان بقى في كاس العالم للانديه ده في مستويات تانية كتير النادي الاهلي في الوقت الحالي ما يقدرش يجاريها، بس على الاقل ان هو عمل مباراة محترمة قدام بورتو البرتغالي. ايا كان مستوى بورتو البرتغالي بس ما كانش منافس سهل بالنسبة لبورتو البرتغالي مع انتر ميامي، الفريق برضو اللي هو مش احسن حاجة بس ما كانش فريسة سهلة لانتر ميامي. وبالنسبة لافريقيا فكل فرق افريقيا وكل عتاولة افريقيا بتعمل حساب لكواليتي النادي الاهلي وامكانيات النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي،
ليه؟ لان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب عنده القوه اللي تقدر تجيب اي صفقه في اي وقت هو عايزها. النادي الاهلي في الوقت الحالي بيدفع مرتبات لاتنين مديرين فنيين، اللي هو كولر والمدير الفني الجديد اللي ماسك النادي الاهلي حاليا. النادي الزمالك ما عندوش القوه ان هو يجيب مدير فني يليق بنادي الزمالك ويكون مستقر مع نادي الزمالك يقعد سنه ولا اتنين. اتخن مدير فني بيجي نادي الزمالك مش بيمشي علشان بيجوله عروض، لا ده هو بيمشي علشان مش بياخد المستحقات بتاعته، اللي هو المفروض الحاجة الطبيعية اللي تكون ثابتة كده، وان هو ياخد المستحقات بتاعته مقابل ونظير العمل بتاعه ما بياخدهاش. فبالتالي اي عرض بيجيله بيمشي من نادي الزمالك علشان خاطر مش بياخد المستحقات بتاعته، مش عشان خاطر بيجيله عروض بملايين. مجلس ادارة نادي الزمالك مفهم الفئة اللي هي بتطبل لمجلس الادارة وبتطبل لاشخاص وبتطبل للعيبة ان النادي الاهلي بيعمل كباري للمديرين الفنيين وبيعمل كباري للعيبة ونجوم نادي الزمالك. بس في الحقيقة ان مجلس ادارة نادي الزمالك ضعيف بالنسبة لقوة النادي الاهلي. فهل بعد تعيين مدير رياضي لنادي الزمالك وبعد اللي حصل في نادي الزمالك الفترة الأخيرة مجلس إدارة نادي الزمالك هيحاول يكون عنده قوة تنافس قوة النادي الأهلي، ولا هيفضل نادي الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري؟ هيفضل الزمالك بعيد عن البطولة المفضلة لجمهور نادي الزمالك وهي دوري أبطال أفريقيا.